لم يكن تامر رجل الأعمال يدرك أن حجاب زوجته سيؤثر على تجارته وعمله بعد كل النجاح الذي حققه خلال 10 سنوات. فزوجته التي كانت خير عون له في عمله قد تتسبب في طرده من هذه الشقة التي أجرها كشركة، والسبب هو اكتشاف مالكة الشقة أن زوجة تامر محجبة، الأمر الذي أثار مشادة كلامية بين الطرفين انتهت في أروقة المحاكم. مالكة الشقة صدمت عندما رأت زوجتي وقالت: كيف يمكن لشخص متحضر مثلي أن يتزوج محجبة؟ وطلبت من زوجتي نزع حجابها فورا لأنه رمز للتخلف برأيها. زوجي رد عليها بشدة وطلب منها عدم التدخل في حياتنا الخاصة، لكن السجال امتد وقررنا أن نشكوها في المحكمة. مالكة الشقة التي يشغلها تامر ليست وحدها، فكثيرون في تركيا يعتقدون أن وجه تركيا الغربي بدأ يتغير مع تصاعد نجم الطبقة المحافظة والريفية اقتصاديا وسياسيا. أتاتورك أراد بناء تركيا متحضرة، لذا أراد لها أن تكون غربية التوجه. أما ارتداء الحجاب فإنه يعني رفض هذا التوجه والحنين للحكم الإسلامي الشرقي. الصورة التقليدية للطبقة المحافظة في الأناضول التي طالما ارتبطت بالفقر والبساطة والتدين تغيرت سريعا مع نمو الاقتصاد هناك ومنافسة رجال الأعمال المحافظين نظراءهم في كبرى المدن التركية. مما شكل طبقة مخملية جديدة حملت معها من الأناضول إلى المدينة عاداتها وتقاليدها الشرقية المحافظة، وبدأت تنافس الطبقة البرجوازية التقليدية الغربية التوجه، مما أثار مخاوف بأن تدير هذه الطبقة الجديدة الآخذة في النمو وجه تركيا من الغرب نحو الشرق. الطبقة التقليدية الحاكمة ترى أن مسيرة التحديث لا يمكن أن تكون إلا من خلال تقليد الغرب في كل شيء، لكن توجد اليوم في تركيا طبقة جديدة تقول إنه يمكن تحقيق التقدم والحداثة دون تقليد ودون التخلي عن العادات والثقافات. ولعل القضية المرفوعة لحل حزب العدالة والتنمية تجسد قمة السجال بين هاتين الطبقتين حول الطريق الأفضل للوصول إلى هدف الحداثة والتطور. لعل هذا السجال الاجتماعي بين هاتين الطبقتين يعطي صورة أوضح وأعمق لما اعتدنا على أن نسميه صراعا بين إسلاميين وعلمانيين في تركيا. يوسف الشريف، الجزيرة، أنقرة.